يلا بقى لزوم السقعة والدفا، عايزين ندفي البيت يا جماعة ونشغل الفرن ونعمل شوية قراقيش كده سادة وبالعجوة، حاجات قمر جميلة جدا جدا. لزوم بقى جوع بالليل، ولزوم الفطار العشاء، الولاد ياخدوا فيها منها في اللانش بوكس، حاجات كده جميلة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، سهلة وبسيطة، وان شاء الله مكوناتها تكون عندك في البيت، تقومي كده على طول تعمليها وتفرحي بيها الولاد. معايا هنا كيلو من الدقيق بتاعي انا نخلاه كويس قوي، وحط عليه ذرة ملح بسيطة. خلاص خليكي معايا، اعمليها ان شاء الله بالطريقة دي، هتعجبك جدا جدا ومش هتبطلي تعمليها بإذن الله. طب هحط عليهم 4 معالق من السمسم المحمر، السمسم الأحمر الحلو. خلاص 4 معالق. القراقيش دي لزوم بقى السقسقة في الشاي بلبن كده أو كوباية شاي، حاجة كده جميلة وبتدوب في البق خطيرة. وهحط عليهم 3 معالق من النشا. النشا بيخلي القراقيش دي بجد هي اللي بيدوبها في البق، بيخليها بتدوب معاكي في البق وهشة وخطيرة. هتشوفي معايا دلوقتي هتطلع ازاي. بنزل بباكو خميرة، باكو كامل. تمام، يبقى كيلو الدقيق حطينا عليه 4 معالق سمسم، حطينا عليه 3 معالق نشا، باكو كامل من الخميرة الفورية. خلاص، وهنزل عليه ب3 معالق من السكر، سكر عادي. السكر ده اولا هيديها طعم حلو، وفي نفس الوقت هيخلي الخميرة تتفاعل معايا. تمام، حلوين كده. طب يلا بينا نكمل. طيب عايزة احط بقى حاجة مادة رافعة تاني، بحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. احنا حاطين كيس خميرة، بس هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخليها هشة برضو حلوة وجميلة جدا. حبة بصوا صغيرين، يعني معلقة صغير، مقام معلقة صغير. تمام. طب كده حطينا المواد الجافة بتاعتي. يبقى كيلو دقيق عليه رشة خميرة، عليه 4 معالق من السمسم، عليه 3 معالق نشا، 3 معالق سكر. خلاص، معلقة صغيرة بيكنج باودر وباكو خميرة. ايه اللي حطيتيه في الاخر ده يا مساجد؟ حطيت معلقة من اليانسون. عايزة تحطي عليها ينسون، تحطي عليها شمر، براحتك. عايزاها بالسمسم بس برضو براحتك. يعني انا ما حطيتش عليها شمر، ما كانش عندي شمر، فكان عندي ينسون، حطيت معلقة واحدة بس. خلاص براحتك في المنكهات دي، يعني حاجة ترجعلك. تمام، حطينا المواد الجافة بتاعتنا، خلصنا كده، قلبناها تقليبة حلوة. طب عايزين بقى المادة الدهنية. طب ده كيلو من الدقيق، يبقى المادة الدهنية بتاعتي لازم تكون نص كيلو. طب بصي بقى، يعني معاكي ان انت تحطي سمنة بس، زيت بس، سمنة وزبدة مع سمنة وزيت مع بعض. انا هنا حطيت كوباية من المج بتاع الشاي، كوباية سمنة، وهحط كوباية زيت، كده دول نص كيلو. خلاص. لو حطينا سمنة بس هتطلع طبعا جميلة، بس بتدوب دوب معاكي، يعني بتتفرفت معاكي كده طرية قوي. طب لو حطينا زيت بس هتطلع مخرشفة قوي معاكي وناشفة شوية معاكي. عشان كده احنا بنعادل الموضوع وبنحط كوباية وكوباية، بيطلع معاكي بقى القراقيش روعة جميلة قوي قوي. بتاخدي الاتنين، ان هي مخرشفة معاكي وفي نفس الوقت بتدوب في بقك. تمام. طب انا هنا بقى هعمل ايه؟ هبس العجين بتاعي، هبس القراقيش. يعني ايه ابس القراقيش؟ يعني بصوا، اشرب الدقيق من المادة الدهنية اهو، زي ما انتي شايفاني كده، بشرب الدقيق من المادة الدهنية اللي انا حطيتها. زي ما قلتلك المادة الدهنية دي ترجعلك، بس كوبايتين على الكيلو، كوباية من المج بتاع الشاي المعتاد ده اللي احنا عارفينه. طب انا هنا جبت جنبي ميه دافيه، ميه دافيه بسيط، اوعي تكون سخنه لحسن هتفسد العجينه، دافيه بسيط. وبتنزلي الاول بتملي كوبايه جنبك، وبتقعدي تحطي منها حبه بحبه، عشان زي ما احنا متفقين وعارفين المعجنات الدقيق مش زي بعضه. خلاص.
وبتفضلي تحطي كده واحدة واحدة وتعجني لغاية لما توصل للقوام اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. السمنة يا جماعة أي نوع سمنة انت بتستعمليه براحتك، مش شرط بقى بلدي، مش شرط، يعني اللي انت عايزاه هتحطيه. حاجة كده طعمها حلو وريحتها حلوة، لان هتخلي القراقيش بتاعتك في حتة تانية خالص من الريحة والطعم. طب هنا خدت معايا قد ايه مية دافية؟ خدت معايا كوباية ونص. اقدر اقولك عندك هتاخد كوباية ونص، ممكن اقل ممكن اكتر. بصي العجينة انا عايزاها القوام ده، اللي هي تحطي صابعك فيها كده ما تطلعش معاكي تاني، خلاص طرية، تعرفي ان هي كده طرية. ده القوام اللي عايزينه. غطيتها وسبتها من 10 دقايق لربع ساعة كده. انا مش عايزاها تخمر قوي يعني، هقولك ليه دلوقتي. جبتها بعد ربع ساعة، معدت ربع ساعة، وببتدي كده. بصوا بقى الفرد ده والاشكال دي ترجع لك، بس بصي برضو خدي ايه فكرة لو انت حابة تعمليها كده. بعملها زي رول وبعد كده ببططها. طبعا ريحتها جميلة، اليانسون مخلي ريحتها حلوة قوي. ريحة السمنة جميلة. بجد ريحتها حلوة قوي من قبل ما تخش حتى الفرن. والسمسم كمان بتاعنا حلو قوي قوي ومفيد جدا جدا للعظم وللأطفال ولكل حاجة. خلاص بفرد اهو زي ما انتي شايفة. وجبت هنا القطاعة بتاعتي وبقطع بقى صوابع رفيعة. انا ليه بقطعها رفيعة؟ عشان هي اما بتخمر بتنفش شوية. وبرضو براحتك التقطيعة اللي انت عايزاها اللي انت حباها، وبتتقطع بسكينة عادية خالص، بقطاعة بأي حاجة عندك اهو. سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص. عايزاها بالطول ده تمام، عايزاها اقصر، عايزاها ارفع، ادخل، لا بس ارفع من كده مش هينفع طبعا، هتبقى رفيعة قوي. خلاص هنا لقيت طبعا الصوابع هنا كبيرة قوي معايا، فنصصتها يعني قطعتها كده بالنص. وببتدي اجيب الصينية، اي صينية بقى مدورة مستطيلة مربعة ألمونيا استانلس، رصي فيها، بتنزلي وبترصي فيها على طول. خلاص. وطبعا الشكل اللي انت حباه زي ما قلتلك. دي كده رئيس سادة معانا، يعني مش محشية حاجة. هنا برضه هوت ممكن تقطعي حتة حتة كده وتقطعيها برضه، تفرجي حتة حتة وتقطعيها، تطلع معاكي قصيرة طويلة براحتك انت بقى تشكليها زي ما انت عايزة. تمام. بصوا اهو صينيه مدوره، صينيه مستطيله، ترصي كده حاجتك. طب انا هعمل في دول ايه؟ انا بوريكم بس اللي خلصوا يعني. هولع الفرن بتاعي يدفى 5 دقايق كده واطفيه واحط الصواني فيه وهو مطفي، هتخمر معايا بسرعه وهوريكي شكلها عامل ازاي دلوقتي. طيب دلوقتي انا عايزه اعمل بقى حبه كده بالعجوه، كل ده من الكيلو. كيلو بسم الله ما شاء الله بيطلع معاكي كميه حلوه زي ما انت شايفه كده. بصوا زي ما اكون حاشيه زي القطايف كده اهو، او زي الساندوتش. وبقطع كده الجناب. فردت دي عجوه ساده، عجوه جاهزه، بفردها، بتبقى سهله في الفرد بتاعها. بتفردي وبتحطيها كده في العجينه بتاعتك زي ما شفتيني. وبرضو بقطع صوابع، بتبقى سهله يعني، احسن ما تجيبي حته حته وتحطي وتفردي. لا دي ما بتاخدش وقت معاكي. وفي ناس بتعملها زي المنين كده، بتبقى يعني مربعه مستطيله، سمبوكسات، براحتك بقى التقطيع بتاعك انت. تمام. دي سادة، انا بوريكي برضو ايه يعني كذا مرة او كذا طريقة عشان تحسي ان هي مش هتاخد معاكي. هو مجرد ما تخلطي المكونات مع بعض تقطيعها سهل قوي ومفيهوش اي حاجة. اما تفرجيها كده قدامك وتبتدي تقطعيها بسكينة او بقطاعة او باي حاجة هتلاقي الموضوع عدى بسرعة يعني. بس كفاية ريحتها بقى وهي في الفرن، والتدفئة بقى اللي بتبقى الدفى بقى اللي في الشقة بتاع فرن البوتاجاز طبعا عارفين. و... ولما بتطلع بقى وكوباية كده شاي ولا شاي بلبن، والسقسقة بقى بتاعت آخر الليل دي،
يعني بجد اعملوها هتعجبكم جدا جدا. ما شاء الله خفيفة وحلوة وهشة وطعمة قوي. تمام. العجينة حلوة هنا، معرفش قطعتها ليه رفيعة قوي كده اخر اتنين دول، بس طلعوا يعني محرمشين كده حلوين. بصوا هنا كان الفرن لسه ما ولعتوش، بوريكم ان هو خمر اهو والعجين اترفعت معايا، شايفين؟ هنا بقى رحت مشغله الفرن على 180 الدرجه الشبكه اللي في النص. لو عندك مروحه ولعيها، ما عندكيش سيبيها لغايه لما تديكي اللون الجميل قوي ده من فوق ومن تحت. بصوا يا جماعه، شفتوا انا قطعتها ازاي؟ بصوا جميلة من بره مخرشفة حلوة قوي، ومن جوه بتدوب دوبان مع كوباية شاي بلبن كده، يعني مش عايزة كلام. بصوا، واللي بالعجوة طلعت تحفة تحفة بجد. عندي أنا في حد بيحب بالعجوة وفي حد بيحب سادة، فرضينا جميع الأطراف، عملنا حبة وحبة. حلوة، اعمليها هتعجبكم وتعجب الأولاد جدا. الأولاد اللي بيروحوا بقى المدارس الصبح، كل سنة وانتم طيبين، المدارس رجعت. تمام، هتعجبهم كده في اللانش بوكس، بتبقى حلوة قوي. نقوله بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب زيد وبارك، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب، ومع بعض نعمل كل جديد. بس بجد جربوها بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. حلوة قوي 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 بجد. واشوفكم على خير، وما ننساش اللايك والمتابعة، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.